دومينيك حوراني بتعتبر إن الراجل المصري مفيش منه في العالم، واتسرقت فلوسها في لبنان وحبت مصر لأنها احتوتها. بنت المؤرخ اللبناني الباز يوسف الحوراني من مواليد 1985، درست إدارة الأعمال ومعاها ماجستير، واكتفت بكده وقالت إن التعليم مش بيأكل عيش. في البداية اتجوزت رجل أعمال إيراني نمساوي علشان أسرتها شافت إنه مناسب، لأنه كان شخص ثري، لكنها محبتوش ولكن كملت معاه وخلفت منه بنت. بعد كده انفصلت عنه علشان تشوف حياتها، لكنها شوية بتقول إن أنا عايشة مع جوزي أبو بنتي، وشوية تقول أنا اتطلقت، ومرة تانية تقول إحنا اتفقنا نبقى أصحاب. وقالت إن جوزي مش بيغير عليا خالص، وقالت إنه بيقول لي اقفلي من فوق وافتحي من تحت زي الستايل الأوروبي، وده تفكيره لأنه عايش في النمسا. وفي يوم اعترفت له وقالت له أنا بحب واحد تاني. رد عليها وقال لها أنا واثق فيكي وانتي زي أختي. وفي حديث لمجلة قالت أنا مش عارفة أتخلص منه لأنه عنده نفوذ قوي. ودومينيك فازت بملكة جمال القارات وهي صغيرة. بعد كده اتعرض عليها تعمل كليب عتريس، واللي كان باللهجة المصرية الصعيدي، وحقق نجاح ليها وشهرة. بعد كده عملت قدام محمد عادل إمام فيلم البيه رومانسي، وقالت إنها بتحب الراجل المصري لأنه جدع وبيقف جنب مراته. وكمان قالت إنها بتحب إنه يتقال لها يا مهلبية يا طرية، لكن أكتر من كده بتعتبره تعدي، بس يا مهلبية يا طرية. أما عن الراجل اللبناني قالت إنها بتشوفه إنه عاوز اللي يدلعه، وهي معاها إقامة لمصر ونقلت بنتها للدراسة في مصر، وهي بتعتبر مصر بلدها الأولى. وقالت إن في لبنان سرقوا فلوسها، ده علشان خاطر الأزمة اللي حصلت، إن البنوك منعت الناس إنها تاخد فلوسها.